استاد العروبة بعد الفاصل الجميل اللي احنا شفناه. وانا بشكر طبعا محمود نصر الحقيقة اللي عمل هذا التقرير الخارجي. انا مش عايز اقول عشان انا شهادتي مجروح، انا بشتغل مهنية، فمعنى كده ان انا ما اقولش ولا اهلي ولا زمالك. احنا اتعلمنا كده في مدرسة المهنية، واتعلمت على الاستاذ الاستاذ حمد النحاس والاستاذ محمود معروف والاستاذ حسن المستكاوي والاستاذ نجيب طبعا قبليه. لكن الحقيقة انا شايف ان معظم الناس اللي في التقرير، الناس المحترمة، اكدت ان الزمالك كان قاب قوسين او ادنى للفوز بالبطولة. انا مش عايز اتكلم برضه مين اللي كان اقرب، لكن هروح للكابتن ضيفنا النهارده الكابتن محمد عبد الجليل، كابتن نادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر. معادله صعبه لكن هنرجع له تاني نجاوب على التقرير. لا هو حاجات التقرير هو جمهور الزمالك عنده حق طبعا. فييرا مدرب كويس ولكن عنده لعيبه كويسه جدا. يعني فييرا وارد معقول مش وحش، انما عنده عوامل ساعدته ان هو يوصل للبتش. اولا كان في هدوء في الفرقه. اسامه نبيه انا بعتبره مشروع مدرب ممتاز، لان هو حافظ على كيان الفرقه في غياب فييرا. اللي هو فييرا انا بعتبره اتدلع شويه على مجلس الاداره باسافر الامارات ويرجع كتير، ومجلس الاداره صبر عليه كتير. فانا بقول ان لا، فرقه الزمالك فرقه محترمه، يعني فرقه فيها بدل اللعيب 10. فانا بتمنى للكابتن حلمي طلوان ان شاء الله باذن الله ان هو يعمل نتائج كويسه ويكمل المسيره دي. وانا بهني نادي الزمالك ان هو ما فرطش في اسامه نبيه، يعني مشروع مدرب. انا بهني بجد ان هم ما فرطوش فيه. يعني لازم فعلا. انا فرحت السنه دي ان مجالس الادارات ادت المجموعه الصغيره الفرصه ان هم يمسكوا ويتدربوا كده، لان اللعيب دايما لما يبقى قريب من المدرب، لما يبقى قريب من اللعيب سنه شويه بيبقى حاسس بيه وحافظه، وبيبقى فيه سن الصداقه شويه بس بحدود طبعا وكده. انا بس بستغل الفرصه دي ان انا ببارك لفريق مصر المقاصه بحصوله على كاس العالم. سياده اللواء محمد عبد السلام، شوف اللواء محمد عبد السلام اهو على الخلف. لسه هنقول له مبروك يا سياده اللواء. الله يعني سبحان الله. مبروك يا فندم. الله سياده اللواء، ازي حضرتك؟ منورنا. الله يخليك يا سياده اللواء، حضرتك انا كلمتك مرتين وحضرتك كنت المفروض تبقى ضيف معانا، فاكر ولا لا حضرتك؟ معلش. لكن الساحل الشمالي خميس وجمعه خلاص. فانا معايا يعني كابتن محمد عبد الجليل الصراحه يعني بيشكر حضرتك جدا جدا. لا ده حقه، ده هو الاب الروحي ليه في مصر المقاصه كلها، وكان ليه دور وفضل كبير جدا على استقرار فريق مصر المقاصه. ده حقيقي. اتفقوا مع بعض. الله يخليك يا فندم. وعلى فكره البطوله اللي خدوها في كاس العالم يعني يمكن ناس كتيره ما اتفرجتش عليها. فرق كتيره جدا. شكرت على الهوا وقلت له انت فرقه ارديان دي اللي هي لعبوها في اول ماتش فات كسبتهم 2-1 ووصلوا معاهم النهائي. كان دي بطل اوروبا. اوكراني وهم بطل اوروبا، وكانوا فاكرين ان هم هيكسبونا في النهائي زي الماتش الاولاني. وانا شفت مباراه اسبانيا. على فكره الكاس بسم الله ما شاء الله، يعني لو شفتوا يعني 2-3 يشيلوه يعني بجد. يعني سياده اللي هو ريال الميداليه بسم الله ما شاء الله كده. لا حاجه تفرح يعني. تمام. انا فرحان ان مصر المقاصه ومصر علمها اترفع هناك في الكويت. وعايز اقول يعني سياده اللي هو يقول لحضرتك ان السمعه في مصر حصلت هناك. سياده اللواء تسمح لي اسال حضرتك سؤالين؟ اول سؤال، زي ما هناك حضرتك يمكن من اول الصحفيين في مصر، وقلت لحضرتك الف مبروك على فوز مصر المقاصه بمونديال الانديه لاول مره في فريق مصري وعربي. الحمد لله. وده دور حضرتك طبعا الكبير، يعني واضح ان الفريق ستيبل. ده مجهود الولاة الفريق والجهاز الفني والجهاز الاداري، الحقيقه مجهود كبير عملوه. دوري كان يعني دور بسيط، لكن الادوار الحقيقيه كانت للرجاله نفسهم، الولاة اللي لعبوا والمدير الفني والجهاز الفني بتاعهم والجهاز الاداري اللي كان موفر لهم كل الامكانيات اللي تسمح لهم
انهم يبقوا مركزين في المباراه. طب وايه حكايه العالمي دي يا ست اللواء؟ غير الجيل العالمي. العالمي ايه موضوع العالمي ده؟ والله احنا اطلقنا الاسم ده على زميلنا محمد مجدي، على اساس ان هو كان رئيس البعثه، ويعني وش حلو بقى؟ وش حلو وش حلو يا فندم. حقيقة. وحضرتك 50,000 جنيه ده يعني مش قليل ولا ايه؟ على فريق زي ده ولا ايه؟ مش قليل؟ مش انتوا بورصه برضه اغنياء؟ مش قليل؟ يعني 50,000 جنيه مكافأة لكل لاعب بعد الفوز؟ يعني ده يبقى فضل ونعمة من عند ربنا. طب الحمد لله. انا بقتنع بالكلام ده لان هو شخصيه محترمه. ياسر الظروف اللي بتمر بها البلد اكتر واحد يحس بيها سياده اللواء. طبعا يعني بامانه الراجل ده بيحارب في كل حته، بيحارب في كل جهه. الدنيا فعلا مفيش يعني هتبقى خير يا رب، بس ان شاء الله تبتدي بس بالصبر وبالايمان. ومش الكرة عمرها ما كانت فلوس، يعني لو الكرة عمرها ما كانت فلوس، ادي الاولاد لعبوا وخدوا كاس العالم وعمرهم ما بصوا ان هم ياخدوا فلوس. انا اول مرة اسمع منك 50,000. هو كاس العالم طبعا مش صح يعني. مش صح يعني؟ لا طب لكن هم قالوا 50,000 جنيه، طب الحقيقه كام؟ الصحافة